يلا بقى نعمل القمر الجميل ده. بصوا، بنص كيلو دقيق عملت كيلو بقسماط. كيلو البقسماط غالي دلوقتي بقى ب70 جنيه، واحنا هنعمل كيلو بنص كيلو دقيق، يعني قمة التوفير وطعمه تحفة تحفة تحفة. بصوا عامل ازاي، بصوا التسوية مقرمش وجميل جدا جدا جدا، مش معضم. جربي المقادير بتاعتي ان شاء الله هتعجبك جدا. ما تنسيش اللايك والشير. كملي بقى الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. النهاردة هعمل معاكم طريقة البقسماط في البيت بمقادير سهلة، وممكن تكون كلها موجودة من البيت، مش هنحتاج نشتري اي حاجة من بره، غير ممكن نشتري الخميرة دي موجود في كل بيت. حاجة سهلة وبسيطة خالص. ندخل بقى على المكونات على طول. معايا هنا نص كيلو دقيق بيعادل 3 كوبايات ونص من المج اللي هو زي ده كده. معايا هنا كوبايه الا ربع سمنه على زيت، هنحط نص كوبايه زيت وربع كوبايه سمنه. الزيت هنا علشان يخليه مقرمش، السمنه علشان تخليه مقرمش بس مش معضم، يعني لما نيجي ناكله لوحده كده ما يبقاش قاسي على السنين، وفي نفس الوقت السمنه بتدي طعم حلو قوي. معايا هنا كوبايه ميه دافيه. معايا هنا معلقتين كبار سكر عادي، ومعلقه كبيره خميره فوريه، وكيس فانيليا او رشه فانيليا. اول حاجه هنا هنزل بالسكر والفانيليا، وهنزل عليهم بالميه الدافيه وادوبهم واسيبهم دقيقتين كده علشان خاطر نشوف الخميره فعاله معانا ولا لا، علشان ما تبوظش باقي المكونات. بعد ما ابتدى الخميره تبان عليها التفاعل كده، بقى نبتدي نحط الزيت على السمنه بتاعتها. ممكن تستبدلها بزبده عادي، مفيش مشكله، بس السمنه هنا مهمه عشان تديها، يعني يبقى مقرمش. الزيت هنا زي ما قلت لكم قرمش من بره، والسمنه تخليه يبقى طري كده وحلو من جوه بس مش طري قوي. هدوب كل المكونات كده، مدوبه حلوه قوي، هي تدوب معانا ان شاء الله على طول. ويستحب ان احنا نحط الزيت يبقى دافي شويه علشان خاطر احنا في الشتاء، بحيث ان ما يخليش الخميره تبقى بطيئه. دافي مش سخن عشان ما يموتش معانا الخميره. هضيف هنا بقى الفانيليا، كيس فانيليا بيدي طعم حلو قوي وبتدي ريحه حلوه قوي للبقسماط. مجرد ما بيندمج كله كده مع بعض هنزل بالدقيق والمه كده يعني هنعجن حاجه بسيطه، مش هنعجن كتير علشان خاطر برضو ما يعضمش مننا. مجرد ما المكونات امتزجت معايا هنزل بقى بالدقيق. عايزين تنزلوا بيه واحده واحده عادي، بس انا بالنسبه لي يعني الكميه ما شاء الله مناسبه جدا ومفيش اي تعقيدات فيها. كل دقيق بيختلف نوع من التاني. هنا الدقيق بسم الله ما شاء الله مظبوط، وكل المعيار مظبوط، ان شاء الخطوات بالظبط والمقادير هيطلع معاكم عجينه زي كده. بصوا العجينه حلوه قوي قوي. هسيبها ترتاح بس شويه، مش هتخمر، هسيبها ترتاح ربع ساعه. التخمير هيبقى في المرحله التانية اللي هو بعد التقطيع. تمام، هسيبها ترتاح ربع ساعه وهنرجع نشكلها مع بعض. هنا بقى بعد ما سبتها ربع ساعه ترتاح، بصوا اهي، هبتدي بقى اخد منها حته كده والفها رول كده اهي، وهلفها رول واوريكم هنعمل ايه. هلفها رول بقى كده لحد ما تاخد معانا سمك رفيع خالص كده، واحنا بنرول نكون بنشد كده اهي. برولها واقطعها بالحجم دوت، حجم ما يكونش كبير قوي عشان ايه نعرف نتملك منها. معايا هنا بقى سمسم، ومعايا هنا معلقه عسل اسود صغيره خالص على نص كوبايه ميه، علشان بس السمسم يلزق معانا في العجين. هجيب بقى الواحده اللي انا عملتها اهي، هنزل بيها هنا كده، بصوا اهي، وزي ما هي كده بمسكها واطلع بيها على السمسم، اضغط عليها ضغطه خفيفه اهي، بصوا، واحطها في صاج مدهون زيت، وهكمل كل الكميه بنفس الطريقه. برضو في طريقه تانية، نجيب حته كده ونفردها، نفردها طولي كده ونقطعها بالطول ده للناس اللي عايزه تختصر. في كذا طريقه ان احنا نوصل لشكل البقسماط اللي هو الفرن اللي احنا متعودين عليه اهي، من غير اي فراده او نشابه او اي حاجه. بصوا بنفضل نفرد فيها
بعد كده بنقطعها بالسكينة او بالقطعة بتاعت البيتزا، بناخد منها شرايح طولية كده اهي. بصوا اهي، ونقطعها كده اهي اهي معانا برضو نفس الشكل اهي. هنزل بيها برضو اهي كده، واخدها على السمسم نفس الكلام، وعلى الساق اهي. مفيش اسهل من كده. انا بالنسبه لي بفضل التقطيع دوت لانه بينجز معايا. باخدها كده على طول، ولا هقعد ارول ولا اي حاجه، بفرد مره واحده وبقطع واخد على طول كده اهو. مفيش اسهل ولا ابسط من كده، ولا اي مجهود ولا اي حاجه اهي. واطلع بيها برضو على السمسم، سهله خالص، مفيش اي تعقيدات ومش مكلفه، حاجات كلها من البيت واقتصادي جدا اهو. سهل قوي قوي. هخلص كل الكميه بنفس الطريقه وبكده اكون خلصت. بصوا حلو جدا جدا وسهل، ما خدش اي حاجه. هغطي عليه واسيبه يخمر لمده نص ساعه، واحطه في فرن سابق التسخين درجه حراره 200 لحد ما يحمر من تحت ومن فوق. وخلاص خلصت البقسماط الجميل القمر. بصوا بسم الله ما شاء الله، من نص كيلو دقيق عملنا كيلو بقسماط، يعني ربع الثمن بالظبط. بصوا البقسماط حلو قوي قوي. بصوا عامله ازاي، تحفه جدا اهو. هكسر واحده معاكم برضو شوفوا من جوه. بصوا حلوه قوي قوي قوي، مقرمش وفي نفس الوقت بصوا تحفه تحفه. جربي الطريقه ان شاء الله مش هتندمي، هتعجبك جدا جدا جدا. واحلى لايك وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.